السلام عليكم، مرحبا بكم في القناه ديالي. اليوم نحضر معكم بغرير كيجي صحي وكيجي ناجح مليون بالمية. عندي هنا 2 كيسان ديال السميده اللي كنحضروا بها البسبوسه، يعني سميده رقيقه. عندي قبصه ديال الملح، خماره ديال الحلوى، عندي هنا خميره ديال الخبز غناخذ منها معلقه صغيره، وعندي 2 كيسان ونص ديال الماء اللي كيكون يلاه غادي كيف كنقولوا غير غيشم الريحه ديال العافيه، يعني ما يكونش دافي، يعني يلاه غيشم الريحه ديال العافيه. انا كنعطيكم ادق التفاصيل خصوصا الناس اللي يلاه غادي كيدخلوا كيتعلموا الكوزينه. المهم انا غادي ناخذ واحد الخلاط وغادي نخلط وغادي ندير فيه السميده 2 كيسان، وغندير فيه قبصه ديال الملحه، قريصه ديال الملح باش كتعدل لينا غير الذوق، وغادي ندير فيه معلقه ديال الخميره ديال الخبز. طاحت لي ها هي، غنزيد شويه لانه طاح لي شويه صافي. وغادي نزيد الكيسان كما قلت لكم 2 كيسان ديال الماء. الا درتوه يعني سخون بزاف كونوا اكيدين ما غاديش تنجح معكم الوصفه. هذا الكاس الاول وهذا الكاس الثاني، وهذاك النص غادي نخليه ما غاديش نزيدو دابا حتى نطحن المكونات ونشوف القوام كيفاش داير، حيت كل سميده وكيفاش دايره. المهم انا غادي نطحن هاد المكونات. هنا القوام بان ليا يعني خاصو مازال الماء، غنزيد داك النص كما قلت لكم، نص كاس، يعني هنا درنا 2 كيسان ونص. هذا هو النص اللي غادي نزيد، وغادي نزيد الخماره ديال الحلوى. هنا من بعد ما زدت الخميره ديال الحلوى غادي نطحن المكونات مزيان. هنا من بعد طحنت المكونات كما كتشوفوا الخليط كيفاش داير، كيجي ما هو خفيف ما هو ثقيل، يعني كيجي الخليط متوسط كما كتشوفوا، وطحنوا مزيان باش ما تبقاش هذيك السميده باينه. صافي هنا غادي نغطي عليه غير واحد 5 دقائق، غير يرتاح ماشي يخمر، غير يرتاح. بما جمعت هاد الروينه ديال المونيميكس وجمع هاد الروينه غادي نطيبو، يعني ما غاديش نهائيا نخلي واحد المده كبيره غير بما جمعت هادشي. هنا الخليط من بعد ما خليته كيرتاح، غير كيرتاح كيزيد يتقال شويه. صافي درت المقله ديال البغرير نديرها فوق البوطه تسخن شويه، ما ديروهاش مباشره، ضروري تسخن شويه عاد باش تكبوا فوق الخليط. هنا من بعد ما سخنت المقله غادي نغرف واحد المغرفه. نتوما شحال ما بغيتو كبير اولا صغير. صافي هنا من بعد ما قاديت البغريره كما كتشوفوا غادي نحطها فوق البوطه بهذا الشكل هذا، وغادي نخليها على نار اللي كتكون متوسطه، ما تكونش مجهده وفي نفس الوقت ما تكونش مهيله. هنا مباشره من بعد ما كديروا الخليط فوق المقله راه كيبقى يتثقب بلا ما كتاخذ نهائيا معكم الوقت، لان المقله كتكون سخونه. هذا هو السر النجاح ديال البغرير، ما كتجيش جهه مثقبه وجهه ما مثقباش. كما كتشوفوا راه كله كيتثقب، ما كتبقاش حتى شي جهه ما مثقباش، وهادشي كله لان المقله سخونه والنار اللي كتكون متوسطه، ما تكونش مجهده وما تكونش قليله بزاف، وما كياخذش معكم بزاف. يعني كديروا واخا تكون الكميه كبيره دغيا كطيبوا البغرير. كما كتشوفوا يلا حطيت الخليط ها هي طابت، يعني تبارك الله كتجي فحال الشهده، كتجي زوينه. ومن بعد ما طيبوا البغرير ضروري ما ديروه في الطبسيل اللي كيكون فيه شي زويف باش ما كيعرقش معاكم البغرير. ضروري ديروا زويف، لانه الا درتوه مباشره في الطبسيل كيبدا يعرق. وهذا شكل نهائي ديال البغرير كما كتشوفوا راه كيجي فحال الشهده، ومازال الكاميرا ما عطيش الحق ديالو، راه كيجي صفر لانه فيه غير السميده ما فيهش الدقيق. وكما قلت لكم راه صحي وناجح مليون بالمية. غير تبعوا الخطوات وان شاء الله غادي ينجح معاكم. الناس الجداد اللي يلاه غيدخلوا عندي مرحبا بكم، ديروا لي ابوني وخلوا لي التعليق ديالكم في كومونتير. شكرا لكم بزاف على المتابعه، وبالصحه والراحه.